السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهاردة من الوصفات السهلة والسريعة جدا. هنعمل فيها طبق كبد وقوانص بأسهل وأبسط طريقة. هنعمله كمان بخلطة كده سحرية وبدقة رهيبة جدا. إن شاء الله تعتمديها. الوصفة سهلة وبسيطة، مقاديرنا متوفرة في البيت. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده هنبدأ نسلق القوانص لأنها بتاخد سوا كتير. الخطوة دي هتسهل علينا حاجات كتير جدا. حلة كده على النار، نزلت في بالقوانص، هضيف لها كمان شوية من الفلفل الأسود، ومش هضيف ملح خالص، بصلاية صغيرة كده وحبهان. أنا هعمل لها شوربة ومش هستعملها خالص. هننزل بس كده السوائل أو أي شوائب من القوانص في المية. هنبدأ كده نسويها نص سوا، هنشيلها إن شاء الله وهنقطعها. ومعايا كمان كبد كده، الكبد والقوانص دي عندنا متوفرة كده من الطيور في البيت. هنبدأ كده، أنا غسلاهم كويس جدا، وكانوا كمان في محلول نقع لمدة ساعة. تغسليهم وبتصفيهم. عندك كده كيس كبد وقوانص في الفريزر. محتارة تعملي غدا ايه؟ جربي كده الوصفة دي وان شاء الله تعجبك جدا. هنبدأ كده نقطع القطعية اللي انت عايزاها. عايزة طبعا تسيبيها سليمة خالص براحتك برضو. هنبدأ كده نقطع الكمية كلها. معايا كمان بصل كده متقطع، ومعايا كمان فلفل الوان، معايا فلفل اخضر، فلفل حامي وده اختياري، معايا توم، معايا كده معلقتين كبار من الفلفل الحامي وده اختيار برضو. في طاسه كده على النار ضفت لها ربع كوبايه من الزيت ومعلقه من السمنه. هنبدا كده ننزل بالقوانص. يعني هبدأ كده بالقوانص عشان تاخد كده الصدمة وتكمل كمان السوا بتاعها عشان تكون مستوية زيها زي الكبد. الكبد ما بتاخدش معايا سوا خالص. اول كده ما بتشم من النار بعد 5 دقايق بالظبط هتلاقيها استوت معاكي. فاحنا هنبدأ كده نشوح الاول القوانص. هنديها كده تشويحة وهنزل كده جنبها بالكبد. برضو هتاخد كده الصدمة بتاعتها، وان شاء الله مش هتاخد منك دقايق وهتكون الغدا بتاعك جاهز. نزلت كده بالكبد. اول ما هتاخد مني كده وتغير لون، انا مش هقلبها خالص دلوقتي. هتاخد معايا لون، هبدأ كده اقلبها على طول. سبتها كده على النار عالية. بعد كده هبدأ كده في طاسة برضو صغيرة كده على النار. ضفت لها كده معلقتين كبار من الزيت. دي الدقة الخطيرة اللي احنا هنعملها للكبدة ان شاء الله. هتعتمديها على طول. ضفت كده، انا يدوب صفرت بس الثوم. ضفت كمان معلقتين كبار من الفلفل كده الحامي، بس انا من عماه مفروم كده في الكبة. هتاخد بس تشويحة صغيرة خالص وخلاص جهزتها كده وسبتها على جنب. وسبت كمان فصين كده من التوم المفروم ناعم، ضفتهم كده على الكبد والقوانص. وضفت كمان البصل. عايزة تزودي كمية البصل براحتك خالص. هبدأ كده اقلب البصل مع التوم. هتشم ريحة رهيبة جدا. معايا كمان توابل كده، فلفل اسود، معايا كزبرة، معايا كمون، بابريكا، بهارات فراخ، بهارات مشكلة، المتوفر عندك ضيفيه. المقادير هسيبها لكم كده مكتوبة في صندوق الوصف. هنبدأ كده نقلب الخلطة دي كلها على بعض. انا طبعا ما ضفتش خالص الفلفل في البداية عشان انا عايزاه يكون صحيح معايا. ضفت كمان عصير ليمون، بضيع اي ريحة زفارة وبيدي طعم وريحة جميلة جدا برضو للكبد والقوانص. خلاص انا كده اتأكدت ان الكبد والقوانص استوت معايا. هنبدأ كده ننزل بالفلفل الالوان وفلفل كده اخضر وكمان فلفل حامي وده اختياري برضو. اخدوا كده معايا تقلبتين، يعني انا قلبت كده تقلبتين بس عشان ما يتبلش معايا. انا عايزاه على طول فريش كده. وكمان نزلت كده بالخلطة السحرية كده اللي احنا عاملينها. تدي ريحة وطعم رهيب جدا. قلبنا كده خلاص. هتاخد كده يعني تقليبتين على النار، خلاص هتكون استوت معايا. ويلا بينا كده هنقدمها مع بعض.
من اسهل وابسط طريقة ممكن تعملي بيها كبد وقوانص. الطريقة دي هتعمليها ان شاء الله، طريقة سهلة جدا. الخضار معايا فريش خالص، خلطة سحرية، يعني الريحة ما شاء الله، الريحة جميلة جدا. كمان مفيش اي ريحة زفارة، احنا غاسلين الكبد والقوانص كويس جدا ومصفينها. وكمان الخطوة اللي احنا عملناها ان احنا سلقنا القوانص في البداية، بتسهل عليا عملية التسوية بتاعتها مع الكبد. الوصفة سهلة وبسيطة ان شاء الله تعتمديها. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني، وفي رعاية الله.